بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد، هناك قانون إلهي ينبغي أن تتعامل به مع الناس. هذا القانون قانون الجمال. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. أي ينبغي أن يكون لديك حسن التعامل مع الناس، سواء قوبلت بالقبح أم قوبلت بالجمال. فتجد كثير من الناس يقول: أنا أعامل الناس مثل ما يعاملوني، فإن عاملني بسوء عاملته بأسوأ، وإن عاملني بطيب كنت له طيب. هذا ليس القانون الذي رسمه لنا الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. إنما من يتعامل بهذا القانون الآخر السيء غير القانون الإلهي كأنه مثل المرآة يعكس ما يرى، فإذا رأى قبح أرى الآخرين قبحا، وإذا رأى حسن عامل الآخرين بالحسن. فهذا لا يملك الجمال في النفس وفي التعامل، إنما يتحكم به الآخرين. فإن رأى منهم خير بادرهم بالخير، وإن رأى منهم عكس ذلك أراهم شرا. لذلك اجعل لك شعارا في الحياة: أنا لست مرآة أعكس ما أرى، ولكني صورة جمال وضعت لأرى.